رد سريع بس على التعليقات اللي كانت في الفيديو الاول والفيديو الثاني تقريبا. ومشكلتهم انه انا مش مصري. بما ان انا مش مصري ممنوع احكي عن اي شيء في الدراما المصريه، عشان احنا او العرب بغاروا من المصريين عشان عندهم دراما. لا عن جد، انت مقتنع بالحكي اللي انت بتحكيه؟ الموضوع ترى مش حكر، الراي مش حكر على حد. وانا بحكي رايي ما قلتلكاش احضر، وبقول لي واحد بيقول قاطع، انت تقاطعني تحضرنيش. وبس رد سريع الك، انا مصري. هسه بقدر احكي عادي صح؟ شو وصلنا لفقر الحلقه انه صالح العطار قرر انه يوقف تجاره سلاح، وكل العيله انساقت انه وقف تجاره سلاح، لانه فعلا ما كانش حد بيعرف ولا كان مخطط هذا الشيء مع حد. وبعد ما صالح وقف تجاره السلاح، اللي بيصير انه بروح على البلد عشان يوزع الحق على عائله العطارين كلها ويخلص مواضيع المشاكل بين العيله. واللي بيصير هو راجع من البلد او من الصعيد، في ناس بيطلعوا بتعدوا عليه وبيضربوه وبدخلوا في غيبوبه، وفي عاده بيبدا الصراع بين عائله العطار، بده يكمل تجاره سلاح وبده يوقف تجاره سلاح. بس في شغله لازم تعرفوها، هسه كل طاقم البوديجاردات ماتوا، ما ضلش الا صالح العطار والمساعد تبعه. بس خلنا عشان بس افرجيكم قمه الاتقان في الاخراج. هاي صوره صالح العطار وهي صوره المساعد. المساعد قام وخلص وطاب، وصالح العطار بعده في غيبوبه. والله العريس يوم عرسه ما بيكونش وجهه هيك ولا خدش يا رجل يعني. خلينا نكمل. فاللي صار بعد هيك، العيله انقسمت لقسمين، قسم بده يكمل وقسم بده يوقف تجاره السلاح. مع انه كان الكل ما بدوش يوقف تجاره السلاح، بس في بعض الاطراف فكرت انه بدنا نكمل، وفي بعض الاطراف قالت ما بدنا نكمل. وهنا بلش النزاع داخل عائله العطار نفسها. والاحداث اللي بتصير انه الام اللي هي جيهان بتقرر انها توقف تجاره السلاح، وبتمنع سليم العطار اللي هو بيحكي ان انا وزين عملنا هاي الصناعه كلها وهي التجاره ومش راح نقدر نوقف، لانه لو وقفنا الموضوع ما بيقتصر على توقيف السلاح بس، الموضوع راح يقتصر على موت عائله العطار. كل عائلات بتغار منها وبدها تقضي عليها. وجيهان بتقول لا ما بدنا عشان اولادي والحكي الفاضي هذا. المهم سليم العطار بقرر انه يكمل، فبضطر انه يجيب شحنه السلاح باسمه وانه هو عائله العطار والشركه بتكمل معه، وبضطر يحط الأسلحة في مخزن غير مخزن عائلة العطار. ليش؟ لأنه مخازن عائلة العطار مش تحت إيده. المهم بحطه في مخازن مين؟ سيف العزازي. ليش؟ لأنه سيف العزازي قال له عادي فيش عندي مشكلة. لا احنا مش عارفين انه سيف العزازي رح يغدر فيه بالمرة، ولا هو عارف ولا الكل عارفين. يعني سيف العزازي من أول في المسلسل هو بغدر بالكل. عن جد يعني ما لقيتوش طريقة أكثر عشان تخلي سيف العزازي هو اللي يسيطر على اللعبة. حط السلاح في مخزن سيف العزازي. ما علينا خلينا نكمل. وهذا تقريبا اللي بيصير في اخر 18 مش 18 يعني اخر 20 حلقه. بس اخر حلقتين بتقدر تحكي رجع رتم المسلسل زي اول 7 حلقات اللي كنا حكينا عنهم في الحلقه الاولى، اللي كان رتم جيد ورتم سريع وما فيش فيه حشو واحداث كثير ممتازه. فهذول الحلقتين راح يكون عليهم باقي الريفيو. بعد ما سيف العزازي يسيطر على السلاح ويسيطر تجارة السلاح، وسليم صراحة بيكون في موقف محرج جدا، لأنه فقد كل شيء فجأة. لا قادر إنه يكون معه سلاح ولا قادر يرجع عائلة العطارين اللي هو تقريبا تركهم عشان بده يكمل تجارة السلاح. فاللي بيصير إنه سليم العطار بيختفي من المسلسل تماما، ولا في تلميح. الكل بدور عليه وما بيعرف وين هو. واللي بيصير بعد هيك أحداث غريبة. بس في آخر حلقتين في شوية أحداث سريعة رح نحكي عنهم هسه. وصراحة يعني بديش اقول اخر حلقتين، لكن هي احداث اخر حلقة في المسلسل اللي كان فيه احداث كثير عشان يشدوك للجزء الثاني زي ما قلنا. رح نحكي عن هالموضوع اخر شيء. بس خلينا نحكي عن اهم 3 اشياء صاروا في هذول في اخر حلقة من المسلسل. اول شيء رح نحكي عنه هو ظهور نوح هو الشخص اللي مسيطر على دخول السلاح لمصر. بدونه مش راح تقدر تدخل اي كمية سلاح على مصر. وهذا الشخص بيكون هو بتقدر تحكي اكثر شخصيه غامضه في المسلسل. يعني بدايه المسلسل ما ظهرش اسمه كثير، ولما بين طلع. ولما ظهر نوح بيطلع الممثل او المؤدي تبعه اللي هو محمد محمود عبد العزيز. عندي تحفظ صغير على هذا الموضوع. هسه محمد محمود عبد العزيز ممثل شاطر وعمل الدور بطريقه جيده، يعني مش ممتاز مش بيرفكت زي ابوه بس جيده يعني. بس عندي مشكله واحده معه. هسه محمد محمود عبد العزيز تقدر تحكي عنه بيبي فيس زي محمد هنيدي، ما بزبطوش ادوار الشر كثير. يعني شخصيه زي نوح كان لازم يكون لها ممثلين
وجههم بيعطي ايحاء الشر اكثر يعني. يمكن هاي المشكله الوحيده في شخصيه نوح، لكن اداء التمثيل تبعه كان جيد، وما فيش اي تلميح اذا هو راح يكمل معنا ولا مش راح يكمل معنا، ولا هو نوح الاصلي ولا هو مش نوح الاصلي. ما فيش تاكيد تم داخل احداث الحلقه هاي. ثاني حدث مهم كان مهم في الحلقه الاخيره، اللي هو محمود متولي او اياد في المسلسل كان، اللي هو بيكون جاسوس لهاشم الذهبي داخل عائله العطارين، وفي النهايه بنكتشف انه شرطي. اياد بيطلع شرطي، ومش عارف ليش قلت هذا الشيء، لانه ما حسيتش باي صدمه، ولا يعني حسيت له كان تاثير قوي في المسلسل، ولا طلع اخبار جيده ولا اخبار مش كويسه، ولا كان له دور او عمل اي التواء داخل المسلسل عشان يطلع هو شرطي. انا لو كان فعلا هو شرطي من اول كان لازم يبني شخصيته اكثر، يكون له تاثير داخل المسلسل، لكن هو تقريبا ملوش اي تاثير بالمره. انه بيعرف الاسرار بس خلص، هو بيعرف الاسرار، لا دخل ولا طلع ولا اي شيء. ف كانت شغله مش كويسه ابدا انه هو يكون شرطي. لو كانوا خلوا شخص ثاني متعمق اكثر في عائلة العطار هو الشرطي كان راح يكون موضوع ممتع، او عمل لي تشك اكثر. لكن لا، ما اختيار سيء، اختيار سيء. واخر مقطع تقريبا في المسلسل كله اللي هو موت، احنا بنحرق اوكي، مش هسه بحرق هسه. اخر مقطع في المسلسل اللي هو موت حسن ويحيى العطار. اغتيالهم بكون يحيى رايح يقتل حسن اساسا، بعدين اللي بيصير انه حازم العطار بقتلهم هم الاثنين، وفي واحد بحط مسدس برقبة حازم، وصالح العطار بموت بالمستشفى، وعائلة العطارين خلصوا. شو ده الأجزاء الثانية؟ والله ما أنا عارف. بعيدا عن هذا الاشي، هسه زي ما قلنا عائلة العطار تقريبا ماتت، فما بعرف شو فيها الأجزاء الثانية. بس قالوا انه يحيى العطار مش راح يموت، يعني هذا الاشي الاكيد اللي بعرفه، مش متابع الاخبار كثير بس الخبر اكيد انه يحيى العطار مش راح يموت. وانا متوقع لا يحيى ولا صالح ولا حازم العطار ولا حسن راح يموتوا، عشان يكون يعني بتحكوا عن فيلم، عن مسلسل راح يكون في جزء ثاني، والصاعقة في جزء ثالث كمان. يعني في 120 حلقة جيات، لو هذول ماتوا مين ظل في عيلة العطار عشان تحكوا عنه يعني. اتوقع الحلقه الاخيره كان في احداث كثير لسبب واحد، او ان شاء الله ما يكونش هو، بس اتوقع انه هو انه يشرحوا هاي الاحداث في اول 10 او 20 حلقه من الموسم الجاي. مش عارفين شو يكتبوا افكار، فحطوا احداث كثير في حلقه واحده، بعدين يشرحوا في اول 10 او 20 او 15 حلقه من الموسم الجاي. انا ما اتمناش هذا الشيء، يعني ان شاء الله زي المسلسلات الاجنبيه مثلا يشرح هذا الشيء في اول حلقه او حلقتين بالكثير، بعدين نكمل المسلسل. بس 60 حلقه لا، مهما حلقات كثير يشرحوا، فاتوقع هذا راح يصير. ان شاء الله ما يصيرش، بس اتوقع هو راح يصير. ان شاء الله ما يصيرش، بس احتمال، الله اعلم. قبل ما احكي عن رايي في المسلسل، لانه اتوقع انه انفهمت غلط شوي بالحلقات الماضيه، ان انا بكره المسلسل كامل، لكن للامانه المسلسل فيه جوانب حلوه لازم احكيها. اهمها اللي هم الاداء التمثيل الممثلين، منهم اللي بعرفهم منهم ما بعرفهمش، فراح نحكي عنهم هسه بسرعه شوي. اول شيء الجيل الكبير اللي هم ممثلين الكبار، للامانه كلهم ادائهم جيد، يعني مش محتاج احكي عنهم اساسا كلهم ادائهم جيد، مش محتاج احكي عنهم، يعني ادائهم كان فوق الممتاز. وفي بعضهم زي خليني اتذكر اسامي، وفي بعضهم زي محمود حميده طبعا هذا حكينا عنه كثير، واحمد عبد العزيز وعايده رياض، يعني الاسماء الكبيره كلها تقريبا كان جميعهم ادائهم ممتاز، ما فيش عليه اي حكي. فراح احكي عن الناس اللي اول مره اشوفها تقريبا. فخلينا نبلش. اول شيء او اول واحد اللي فعلا اكثر واحد، ثاني اكثر واحد حبيته بعد محمود حميد طبعا، اللي هو احمد عز لا، اللي هو محمد عز اللي هو جاي دور يحيى العطار. للامانه احسن ممثل في المسلسل كله، واتوقع اذا ما كان الجزء الجاي اللي بعده راح يكون كبير عيلة العطارين، واتوقع هو اللي راح يرجع مجد العيله كامل، لانه اداؤه ممتاز. جاي عاملين شخصيته متكامله، حنون وجدي وابن شارع، بلطجي، تاجر سلاح، بحب، بكره، في كل المشاعر، كل الانفعالات عملها، بعكس اولاد العطارين الثانيين. فاتمنى انه يكمل في الفيلم في المسلسل، واحتمال احضر المسلسل الجزء الثاني عشانه بس، فالله اعلم راح احضر المسلسل الجزء الثاني ولا لا، بس خليها لوقتها. فللامانه كان دوره او تمثيله جدا 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 ممتاز، واللي اكتشفت انه ممثلش باشياء كثير قبل هيك، راح يمثل في 4 أو 5 مسلسلات في رمضان الجاي، فشكله
داخل بصدر واسع ما شاء الله عنه. ثاني واحد اللي هو حازم العطار. حازم العطار في بداية المسلسل كان جاي انه الولد الصغير اللي كل العيلة بتخاف عليه، وهو نفسه جبان تقريبا، بس اللي بيصير انه اول ما يدمن مخدرات وتصير كل مشاكل العيلة حواليه، بعدين يروح على الدار الايتام عشان يتعلم فيها، ومنه انه يترك تجارة ادمان المخدرات، تجارة شو؟ ادمان المخدرات. وصراحة بعد هذا انا في البداية ما كنتش حابه او عادي يعني واحد موجود، بس بعد الانتقال او تغيير شخصيته هون للأمانة طلع انفعالات ممتازة، تغيرت شخصيته تماما، عمل شخصية كويس، طلع فعلا هو بدي يبين حاله ولد عشان لما يغير شخصيته يختلف، وفعلا اختلف. وكمان صار بده يكون هو كبير العيلة لأنه هو أقرب واحد إنه يكون كبير العيلة، وكان مؤيد لتجارة السلاح كمان مع عمه سليم وضد والدته، بس برضه في نفس الوقت هي والدته فمش راضي يزعلها، فعمل شغل كويس جدا كويس في آخر كم حلقة من المسلسل. الممثل الثالث هو فارس العطار. فارس العطار كان متذبذب للأمانة، بس في البداية كنت حابه كثير، بعدين ضعف، بعدين قوي، بعدين ضعف، بعدين قوي، بس بالمجمل كان أداؤه جيد كمان، لا كنت بحب أشوفه على الشاشة يعني. الممثل الرابع اللي هو عبد الله العطار أو دياب المغني، أكيد شفتوه قبل هيك الأول أو وهي الأشياء. المهم للأمانة كان جاي دور الشرير فعلا متقن، ولما مات فقط في شيء اختفى في المسلسل، في شيء صار في رتم برود كثير بعد ما مات. كان أداؤه جدا جيد، كان عامل دور الشرير كويس مع انه متحكم فيه، بس برضه كان بيعطي سيطرة وهو متحكم فيه بنفس الوقت، فالأمور كانت جدا ممتازة وكنت بحب أداؤه لحد ما مات. هديل الفخراني اللي بتكون جاي مرت زكريا، فأنا ما بعرف إذا لها أدوار ثانية، مشفتهاش كثير على السينما، بس ما كان دورها قصير في المسلسل كان دورها كويس. أو زوجة بنقدر نحكي بدها تخلف أولاد وبدهاش تدخل بمشاكل العيلة وبتحب جوزها بنفس الوقت، فكانت عاملة دور بسيط، لا في مبالغات ولا صياح ولا أي شيء، كان دورها جدا ممتاز وكان أداها عالي وكانت كويسة لحد ما ماتت كمان. وفي واحد كمان أداؤه ممتاز بس متذاكر اسمه للأمانة، اللي كان ابن الراي اللي كان نفسه يكون مغني شعبي وبده يدخل في مشاكل أبوه، وكان بيعامل أبوه كأنه صاحبه، وكان فعلا عامل دور اللي فاصل هيك، فاصل من كل شيء في الدنيا وعايش بس عشان بده يصير مغني شعبي، وكان أداء كويس، بضحك لما أشوفه على الشاشة، عامل دور كويس، كان ظهوره صغير بس كان ممتاز. وكان في آخر مشهد في المسلسل اللي هو كان بيحكي مع نوح عن قصة المسلسل كله أو أبسط شو كان بيحكي له، فأتوقع راح يكون له أهمية شوي في الأجزاء الجاية. هي أهم الأشياء، هي أهم الشخصيات اللي في المسلسل اللي أنا حبيتها فعلا. وبالنسبة للمسلسل ككل يعني مش قادر أحكي عنه زبالة، مش قادر أحكي عنه جيد، هو مقبول. والناس اللي بيقول لي ليش ما قطعت او ليش تركت او ليش هاي الاشياء، هسه انت لما تيجي تستخدم لي اسم زي الجاد فاذر او الاب الروحي ما تقدرش تقول لي ليش ما قطعت. انت استخدمت يمكن من اعظم الافلام، اعظم الاسماء في تاريخ السينما مستوى العالم للابد، اشي خالد، وتقول لي تقاطع او ليش ما تركته؟ لا لازم احضر واعرف شو قصته، وانا اللي عملته قلت وانا بحضر فيه، ليش ما احكي رايي مع الناس يعني، وهذا اللي صار. المهم المسلسل جيد، اقل من جيد شوي، ما بنصح اي حد يحضره للامانه يعني. هذا راح احضر الموسم الثاني احتمال، لانه بيتر ميمي اكتشفت انه العقد انه انتهى معه من الجزء الاول، والجزء الثاني راح يكون مخرج ثاني، والجزء الثالث راح يكون مخرج ثالث، فانا بكره بيتر ميمي لانه عنده اسلوب نسخ بدون اي ابداع سيء. فلو كان مخرج بعرفش مين المخرج صراحة، لو كان مخرج كويس احتمال اتابع المسلسل، لان في بعض الشخصيات حاب اكمل معهم من الشخصيات اللي انا حكيت عنها، الشخصيات الكبيرة والشباب اللي انا حكيت عنهم. فان شاء الله يكون المسلسل الاجزاء الجاية كويسة، ما يكونش في حشو كثير، وليش 60 حلقة؟ خلوهم اقل، مش شرط والله، ما شرط يكون 60، والله لو عملتوا مسلسلات 24 حلقة وعرضتوا حلقة كل اسبوع بس يكون فعلا في احداث وفيش فيها اي حشو، جربوا خاطروا، اي نعم هي مخاطرة لانه الشعب العربي مش متعود هذا الاشي، بس لو عملتوه طلع كويس راح تنقل الدراما المصرية لمكان ثاني. احملوا شيء كويس عادي، خاطروا مرة وان شاء الله تنجح.
يا ريت يا ريت هيك كل المسلسلات المصرية تكون 12 أو 24 حلقة بس، وتكون أحداثها سريعة، حلقة كل أسبوع، وحطوا فيها إعلانات قد ما بدكم، خلوا دقة الإعلانات غالية وراح يكون في مشاهدات. بس حاولوا بكفي حشو، بكفي حلقات كاملة بدون أي داعي، أرجوكم. هيك بتكون خلصت معنا سلسلة الأب الروحي اللي كانت 3 حلقات. لو عجبتكم الحلقة أعطونا لايك، لو ما عجبتكم أعطونا ديسلايك، واحضروا الحلقات في القناة. ومش غلط تعملوا سبسكرايب، يا ريت والله يا ريت تعملوا سبسكرايب. يعني صرنا 54 سبسكرايب، وإن شاء الله بعد هذا الفيديو بوصل 4 مليون. 4 مليون ما بهلوس. إن شاء الله نجيب عدد سبسكرايب. مش عارف أحكي، مش شايله في المونتاج على فكرة، على الأغلب ما فيش أحد يوصل لهون. المهم لو عجبك الفيديو اعطينا لايك، وما عجبكش تنسى لايك، قلنا رايك بالمسلسل بالتعليقات، ورايك في الحلقه في التعليقات، واهلا سبسكرايب، وسلام.